العنوان وقدموا أرواحهم فداء الأوطان. ساروا في طريق تملأه المصاعب، لكنهم لم يتراجعوا، لأنهم منبع العطاء والتضحية، وهبوا عمرهم من أجل الغير واستشهدوا في سبيل الحرية. نجتمع اليوم لاستذكار 118 شهيد، 97 شهيدا في الحسكة و21 شهيدا من رأس العين. كما نستذكر هذا الشهر بما يحمل فيه من معاني النضال وقفزة 15 آب التي حولت مجرى التاريخ لتصبح نضالا ضد الاستبداد والطغيان، من أجل الإنسان أينما وجد، من أجل تحرير المرأة من قيود العبودية والأنظمة الرأسمالية. كما نستذكر نضالا للقائد عبد الله أوجلان وما قدمه منذ 25 عاما من حياته وأكثر من 29 شهرا ضمن الإقامة الجبرية والعزلة، ليصنع تاريخا جديدا للنضال، حيث حول سجن إمرلي لقلعة الصمود والتصدي، وليمارس درسا بالتضحية والفداء، وليعلمنا منهجا من مناهجه الكثيرة. شهداءنا هم رمز للفداء والتضحية، هم من عشقوا الخلود، وهم الغائبين الحاضرين على مر التاريخ في وجدان أبناء هذه الأمة، وهم من ضحوا في سبيل الدفاع عن هذه الأرض للعيش بحرية وسلام. تحية للأمهات، تحية لأمهات الشهداء العظيمات الصابرات، تحية للزوجات المناضلات في تربية أولادهم تربية صالحة. ونعاهد من هنا أن نكمل مسيرة شهدائنا ونحافظ على مكتسباتنا وتحقيق أحلامهم بالحرية. وأخيرا نقول: الحرية للقائد، الشفاء العاجل لجرحانا، شهيد نامرة، شهيد نامرة، شهيد نامرة.